ومرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. معكم روريتا، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وببعض من المشتريات وصلتني من برنامج تيمو اللي حكيت لكم عنه. وصلني هدول الوراق، هدول على اساس انه برسم فوقهم يعني بريشة الوان المائية، مجرد ما انقط نقطة رح تنفش الورقة. فكتير متحمسة اني اجربهم معكم ان شاء الله. طبعا يعني بفيديو قادم، لانه هلا هذا الفيديو مختلف. وصلني هاي الإضاءة، بدي أحطها إن شاء الله على اسمي لما يوصل ستاند الاسم. بدي أجربها، زبطت ما زبطت بحطها على المرجوحة عندي، لأنه كمان كتير حلوة، ويعني هيك ورداتها حلوين وكيوت. وصلتني هاي كمان الشنطاي، فيها مجموعة من العلب مشان الألماسات، وفيها أغراض الألماس كلهم، يعني إيش ممكن أحتاج مشان اللوحات الماسية موجود فيها الأقلام اللي بدي أشيل فيهم اللوحات الماسية، وحتى علب يعني العلب اللي بحط فيهم الألماسات وهيك شي، والأكياس يعني كله موجود. يعني الصراحة فيها كتير أشياء ما بعرف شلون بدهم يلزموني وشو هي شغلتهم، وأهم شي إنه فيها اللزاق. بقى بدي أشوف يعني لما يجوا اللوحات الماسية شلون بدي استعملهم، وأكيد كل شي له شي، يعني أكيد مالن على الفاضي وكلهم رح يلزموني. فإن شاء الله الفيديو القادم رح يكون يا لوحة ماسية يا اللوحة اللي حنشوفها هلأ سوا، حسب تعليقاتكم. انتو اختاروا وقولوا لي بتحبوا نشير لكم لوحة ماسية او بتحبوا نعمل هاي اللوحة الجديدة اللي اجتنا مع هاي الطلبية. هلأ رح فرجيكم اياها، بس خلص انه فرجيكم هدول الادوات كلياتهم عن جد كتير حلوين وكتير انعجبت فيهم. يعني هدول الاشياء كلهم في شغلات بعرف انه لشو بدي استخدمها، وشغلات ما بعرف حتى لشو بدي استخدمها. فرح نشوف، اكيد رح يلزمونا وقت رح نعمل اللوحة الماسية، فبنشوف ان شاء الله. يعني اكيد كلياتهم شغلتهم. تحمست كتير اني اعمل لي شي لوحة ماسية، وانا اكيد موصية عليهم مثل ما خبرتكم. عملتهم على طلبي وتصميمي، وخليهم لكم مفاجأة. عملت 3 لوحات، بس اكيد ما حنعملهم كلهم بنفس الفيديو، يعني نعمل لوحة مشان نعملكم ان شاء الله فيديوهات مختلفة دائما. وهلا وصلنا للوحة المنتظرة. انا لا تغزني صوتي شوي تعبان لانه مرضانة، فواطي شوي، رح احاول اعليه قدر الامكان. وصلنا على هاي اللوحة كأنه فرو قطة، يعني بتحسوا مثل فرو القطة. رح نعمل هاي اللوحة، رح نعمل نفس الصورة، انه نحن اصلا بتجينا انه هي الرسمة على شكل، على قماشة وعلى الشكل، ونحن نمشي فوق الشكل مع اسفنجة فيها 4 ابر. بتاخدي الابرة وبتحطي القماشة وبتحطي القماش وبتمشي الابرة من فوق القماش على الموديل وهيك. يعني ما بعرف، يعني هي سهلة وصعبة حسب، يعني كأول مرة أظن حتكون يعني صعبة. هذا هو الفرو مثل القطة. عن جد استغربت انه ملمسه ما بعرف شلون هيك ناعم كتير وحلو كيوت. بقى لنشوف شو راح يطلع معي. ان شاء الله راح اعملكم يا الفيديو القادم، او اعملكم لوحة ماسية بالفيديو القادم، لانه قربوا يوصلوني. بقى انتوا اختاروا واكتبوا لي بالتعليقات. وهدول الادوات وصلوني بالفيديو اللي قبله نزلته، يمكن فيديو قصير، بس من بعدها رجعت يمكن محيته طلع لي حقوق طبعا نشر حسب الغنية، ما بعرف ليش. فوصلتني طلبية صغيرة هيك، مو قلت لكم انه هو بيقسم الطلبيات. فوصلوني هدول التشيك ميجا الاثنين، ووصلتني هديك هيك للريش والالوان، فقلت بصورهم بهذا الفيديو. وهلا خلونا نبدأ الفيديو والرسمة، وخلونا نشوف شو هو فيديو اليوم. وهلا جيتكم بالفيديو. بهذا الفيديو بدنا نعمل رسمة بالقهوة. القهوة رح تتحكم برسمتي، يعني هي الرسمة اللي قلت لكم اني رسمتها من سنة. هلا انا رح احاول اني خفف الخط بالمحاي، بس مع الاسف انه انا عم بخفف الخط ما كان يخف معي. عن جد كتير يعني صار له سنة القلم طابع، وكأنه مستحيل انه يروح يعني ابدا. وحاولت اني اخففه وامحيه، جبت العيد بالتلوين بصراحة لانه صار الدفتر خلص، يعني حدود الرسم عليه محطوطة. يعني انا بيوميتها ما بعرف كيف على القلم زيادة، لدرجة انه قد ما عم بمحي عم بيضل نفس اللون.
ولدرجة انه صار لها سنة فما بقى ينمحى ابدا، كأنه انا رسمة بقلم اسود مو رصاص. وحاولت انه بالزر انه حتى خفت شوي، والمحلات اللي خفوا طاول وانا عم بلون صاروا مثل حدود لحالهم يعني بالرسمة. ف على كل الحالات يعني مش الحال، ورسمتها ولونتها، بس حسيت حالي انه جبت العيد بصراحة بالرسمة. فشوفوا انتوا عطوني رأيكم انه انا جبت العيد ولا ما جبته. بس انا برأيي جبته وجبته قبل اوانه. بالمناسبة كل عام وانتم بألف خير، عدى عيد الاضحى ورجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو لازم ينزل قبل عيد الاضحى، بس بمناسبة العيد قلت لحالي انه بنزله بعد العيد وخلص، انه اكيد كلياتكم ملتهين بالعيد مثلي، لهيك قلت بنزلكم اياها بعد العيد. هذا الفيديو عنوانه القهوة تتحكم برسمي. بصراحة انا ما سخيت، يعني ما سخيت اكب القهوة، ضليت عم بفكر ساعة، وانا كتير بحب القهوة، انه اكبها ولا ما اكبها، اكبها ولا ما اكبها. ما لقيت والله انه يعني محرزة اني اكبها مشان الرسمة. بعدين قلت لا محرزة، يلا جهزت كل شيء وانا عم بنتظر بس انه لاشوف كيف بدي كبها للقهوة. عم بقولكم انا قلبي ناقزني، يعني ممكن ما تزبط. يا سلام، هون انا كنت عم حاكي حالي واقول يا سلام شو سويت، عن جد جبت العيد، خربت الدنيا، خرب المكتب، صار كله قهوة بقهوة. كبينا على المكتب وعلى الرسمة، مو بس على الرسمة. وانا قال شلت الورقة انه حطيتها على دفتر سنارين مشان انه ما يتعبوا باقي الوراق، مع انه هو دفتر ماركت لازم ما يطلع لبرا. انا هون عن جد خربت الدنيا، خربت المكتب وتعبت الدنيا قهوة. لا، وانا هاي قهوة يعني فيها بن وفيها طحل، صارت هيك الرسمة كلها نمش من ورا القهوة. انا كان لازم عملتها بالنسكافيه. النسكافيه بحبه اكتر، ما بسخفيه ابدا. وهيك صار معي. فمبالي بالاول انه ما رح يمشي الحال ورح يضل منمشة، بعدين الحمد لله لما نبست مشي الحال. واكيد انا ما فورا يعني رسمت فوقها، اكيد لازم ننشفها شوي على المروحه، لانه مستحيل يمشي الحال بدون ما تنشفيها على المروحه. يعني ما تصدقوا اللي بيعملوا ترند هيك بكبوا القهوه وبقوموا برسموا فوقها مباشر وبيلونوا، هدول مستحيل يكونوا هيك ساووا، لانه مستحيل تزبط معهم، لانه ممكن تخزق الورقه باي طريقه وباي وقت. وهون بقى انا بلشت امشي على خطوط القهوه. وبصراحه من لما مشيت على خطوط القهوه حبيت الرسمه كتير وعجبتني، واجتهدت اني ما الونها، بس يعني شلون انه الون بطريقه انه يعني لون غمق مثلا الملامح، وكل شيء لازم يوضح بوضحه بالقلم الاسود، وبعملها هيك. بس يعني في هيك طريقه، وفي طريقه انك تلونيها بالالوان الخشبيه او الماركر وهيك. قمت انا والله ما بعرف شو خطر لي لونتها بالخشبيه، وحسيت حالي جبت العيد كتير بالتلوين. يعني ما بعرف انه مو الورق صار لونه بني والالوان صارت تختلف علي الدرجات، يعني انه لون اللون يطلع لي لون تاني، يعني احسه عطاني درجه غير الدرجه انا بدي اياها. وهيك لما وصلنا للنتيجه الفاقعه، حسيتها النتيجه فاقعه بصراحه. فمع هيك انتوا كملوا الفيديو شوفوا كيف النتيجه وعطوني رايكم فيها، لانه بصراحه انا ما بعرف، حسيتها فاقعه مثل ما عم لكم. ويعني حبيت بصراحه التجربه كتير، وحسيت انه يعني انه عن جد حدا يتحكم برسمك شغله حلوه ومثل التحدي. وبصراحه بنصح الكل انه يجربوها، بس بنصحكم تجربوها بالنسكافيه مو بالقهوه اللي لها طحل. وبنصحكم تدققوا بالترسيم كتير منيح، عفوا بالتلوين كتير منيح. وما تخربطوا بالالوان، بين اللون اللي بيطلع على الورق الابيض لونه بيطلع شكل، واللون اللي بيطلع على البني شكل. وهيك. بس يعني انا هلا حبيت النتيجه، بس جبت العيد فيها بصراحه. ومثل ما قلت لكم انه انا بعرف الون بالخشبي وهيك، بس يعني تلويني على قده بحسه، يعني بحس في كتير محترفين بلونوا بالوان الخشب بتطلع الرسمه كانه حقيقه، وانا هدول الاشخاص يعني معجبه فيهم كتير. وبتمنى اني ان شاء الله يوم من الايام اني اصير مثلهم، واكيد رح ضل اتدرب لحتى اصير مثلهم. وكل من بتابعني وبيحب انه يتعلم الرسم وبيحب الرسم وبيحب يتعلم التلوين وهيك، بنصحه دائما انه يضل عم يستمر ويحاول، لانه الاستمرار والمحاولة هي اللي بتخلي الواحد يوصل اللي بده اياه. هلا انا هيك حتى هذا التلوين البسيط اللي ما كنت اعرف الونه، بس على الاستمرار والمحاولة لون اشياء بسيطة وهيك، وحاول اني ادمج هاد بهاد، ادمج هاللون بهاللون، وادمج يعني اشياء مع اشياء لحتى وصلت لهالنتيجه الحلوه. حاليا النتيجه حلوه، ما يعني يائسه، بس فيني اطالع احلى من هيك بكتير اذا بضل مجتهده وبضل بحاول وبضل برسم وبلون، ويعني ما بيأس. يعني اذا طلعت معي نتيجه بسرعه
او طلعت نتيجة جبت فيها العيد، ما لازم فورا ايه اقول انا ما بعرف الون، ما بعرف ارسم واترك. لا، هي نصايح مني لكم، للي كلكم عم تطلبوا مني اني اعلمكم الرسم والتلوين كيف بيكون، للي معجبين في تلويني ورسمي الحالي يعني. فانا بنصحكم كتير يعني انه ما تيأسوا، اهم شيء انه يكون عندكم طموح عالي وارادة قوية. يعني الإرادة القوية كل شيء بتساوي. هون أنا بقى يعني بصراحة يعني واحد إلا ما يخربط، يعني عادي أنا رسامة ورسمي تمام، خلص بحسن أرسم كل شيء. هلا صرت لوحات إنسان أنمي، وبضل بحاول لطلع نتيجة بتجنن، بعدين بنشرها. ما بنشر يعني اللي إنه والله بعمل اشياء والله انا رسمت مثلها بس ما زبطت معي بقوم بنشرها. لا، بضل بحاول لتطلع نتيجة حلوة او نتيجة متقربة بتشبهها يعني، او مثلا طلعت حلوة بس ما هي مثلها تمام، كمان هيك بنشرها وبفتخر انه انا ساويتها، لانه هاي اللي انا ساويتها هلا هي اللي رح تقويني حتى تصير بالايام ساوي احلى من الرسمة الاصلية حتى. عرفتوا؟ فهي نصايح لكم لمتابعيني الحلوين اللي بحبوا انه انا اعلمهم الرسم، بمناسبة انه في كتير رسمات لازم طالعها بالفيديوهات، وفي كتير يعني على هاشتاجي اللي هو رسامة روريتا في كتير رسمات انتو حاطينها، وانا ان شاء الله بدي اطلعها بالفيديو القادم قلت لكم، بس بصراحة بهذا الفيديو ما عاد في مجال، فرح طلعها ان شاء الله بالفيديو اللي بعده. وانتو لا تنسوا انه تكتبوا لي حابين لوحة ماسية ولا حابين هاي اللوحة اللي جبتها وفرجتكم اياها اللي مثل صوف القطة نعملها سوا، ولا نعمل لوحة ماسية. انتو ايش حابين تتفرجوا او تشوفوا وتشاهدوا خبروني بالتعليقات، وان شاء الله انا رح احضر لكم الفيديو القادم باسرع وقت ممكن. ومشان الرسمات اكيد رح اعرضهم بالفيديو القادم مع القنوات كمان رح اعرضها. وانتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا كنتوا جداد، وتفعلوا الجرس، وتحطوا لايك وكومنت حلو مثلكم، وتكتبوا لي انكم جديدين ولا قديمين، واي شيء بدكم اياه فيكم تسالوني، وفيكم تروحوا على الانستغرام تبعتوا لي، وهنيك ان شاء الله برد على كل الاسئله وبعرض لكم اياها كمان. وهلا رح اخليكم مع الفيديو تكملوا الفيديو وتشوفوا التلوين والتخبيص اللي خبصته انا. ما بعرف ليش هيك خطر لي الونه مثل الوان المشعوذه، مثل الوان الجنيه، ما بعرف يعني ايش خطر لي، والله حسيت ملامح مشعوذين. فعلا هي الصوره كانت لوحده يعني على اساس تحويل برج كانت، بس نسيت اي برج كان، لهيك حبيت الونها هيك الوان يعني مخربطه داخله في بعضها. يعني انا حبيت اني اجرب هالالوان مع بعض كيف بيطلعوا اذا اندمجوا هيك، فحبيت اني اعملهم فيها. يعني صارت مثل رسمه تجارب بصراحه، تجارب انه القهوه تتحكم برسمتي، وتجارب الالوان اللي يحب هيك اشوفها مع بعضها ايش ممكن تعمل لوحه. هلا انتم ضلوا معي فيديو شوفوا النتيجه بالاخر واعطوني رايكم، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا تعطوني الافكار الحلوه مثلكم اللي حابين اعمل لكم اياها بالفيديو القادم. وبس بشوفكم بخير.